يمكن التمييز بين نوعين من الأسباب. النوع الأول هو ما حدث في التاريخ، وما حدث قد حدث. يعني الأمريكيون هنا لا يمكن أن يكذبوا أنهم أتوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أجدادهم على الأقل، وأخذوا هذه الأراضي من الهنود الحمر. يعني لا الهنود ولا البيض ولا السود يكذبون ما حدث تاريخيا أو يحاولون تمويهه. المشكلة أنه في الشرق الأوسط الأنظمة القائمة كانت السياسية أو النخبوية الفكرية لا تريد حتى الاعتراف بأنه تمت هنالك اجتياحات. أتكلم يعني 1200 سنة 1300 سنة على أساسها تغيرت الديموغرافية. هذا أمر طبيعي. إذن السبب الأول كان إبان الخلافة والسلاطنة وتلك يعني المملكات التي ضغطت على الشعوب الأقلية من مسيحية وغير مسيحية. هل هذا الإنكار إيه أسباب الإنكار؟ يعني إحنا لحد الآن مثلا في مصر بيحاولوا ينكروا أنه كان في غزو إسلامي، بيسموه أنه جاء الإسلام فقط لتحرير الموحدين الموجودين في مصر، وهذه نغمة جديدة بنسمعها هذه الأيام. في حتى في شمال إفريقيا في المغرب اللي أنا أنحدر منه لا يريدون، رغم أنه الأغلبية أمازيغية يعني وهم السكان الأصليين، فلا يريدون أن يعترفوا أنه كان هناك غزو إسلامي ومحى وطمس الهوية المغربية. لكن إيه أسباب هذا الإنكار؟ أولا لا عيب إطلاقا في القرن ال21 وفي هذا المجتمع الدولي أن نعترف بالأحداث التاريخية كما حدثت. يعني الرومان اليوم الطليان يعترفون أنهم احتلوا فرنسا، ولهم بعض يعني الآثار هنالك، وكل شعب يحتل مكان آخر مؤرخوه يعترفون بذلك ويعملون على أرشفة هذا الموضوع. المنطقة الوحيدة، الثغرة الوحيدة في العالم تقريبا حيث لا اعتراف بأحداث تاريخية تقليدية واضحة، والأنكى من ذلك أو الفكاهي في هذا أنه هنالك اعتراف بجزء من ما حصل. يعني عندما تتكلم هذه الكتب التي قرأتموها وقرأناها كمتكلمين بالعربية بالمنطقة تقول الفتوحات العربية. يا أخي ما تعني فتوحات؟ من فتح من دخل إلى من؟ وعندما نتكلم عن معارك اليرموك ودا ودي وفي شمال إفريقيا، طيب هذه يعني جيوش تتقدم على الأقل. لا يمكن أن نخدع التاريخ إلى ما هنالك. السبب الأساسي بتقديري هو النخب الإيديولوجية، ليس العامة. النخب الإيديولوجية التي تتمركز حول إيديولوجيات، أكانت القومية العربية المتطرفة أو اليوم الجهادية السلفية أو الخمينية، هم قائمون، هذه النخب قائمة على أساس تفسير للتاريخ يفرضونه على مواطنيهم ويحذروهم من عودة تلك الأقليات إلى الساحة السياسية، ويتهمون تلك الأقليات بأنها تتعامل مع الغرب. يا أخي تلك الأقليات كانت موجودة قبل أن يكون هنالك غرب. عندما كانت أقباط وفينيقيين وبربر وأمازيغ وأشوريين لم يكن هنالك حضارات في العالم الغربي. هذا أمر مؤسف. وأنا أقول في كتابي The Coming Revolution إن أهم الثورات الآتية التي نريدها أن تحصل هي في المجتمع العربي الإسلامي. يتمكن المعتدلون من الأجيال الجديدة الشابة أن يقوموا بعملية بيرسترويكا، إصلاح لعملية علاقتهم مع الأقليات في المنطقة. اسمه سلطة مركزية كما كان الوضع في يعني الممالك القديمة في أوروبا أو حتى في الاتحاد السوفيتي. يستخدمون عملية تغيير التاريخ للبقاء في السلطة. هذا بتقديري أنا.